أقدم المحافل الرسمية وأكثرها سلطة هو المحفل الكبير في لندن الذي أنشئ عام 1717. اليوم يشغل منصب أستاذه الأعظم دوقو كنت ابن عم الملكة. للأسرة المالكة في بريطانيا تاريخ طويل مع الماسونية كما توضح شجرة العائلة. ينشر الماسونيون قوائم مشاهيرهم. اخترنا من بينهم هؤلاء بالترتيب الأبجدي الإنجليزي: لوي أرمسترونغ عازف الجاز، فريدريك بارثولدي مصمم تمثال الحرية، فايكاونت بينيت رئيس وزراء كندا الأسبق، سيمون بوليفار محرر أمريكا الجنوبية، روبرت بوردون رئيس وزراء كندا الأسبق، جيمس بوكانان الرئيس الأمريكي الأسبق، روبرت بيرنز شاعر اسكتلندا الوطني، كازانوفا المغامر الإيطالي، وينستون تشرشل الزعيم البريطاني أيام الحرب الثانية، أندري ستروين رائد سيارات ستروين، مارك توين الكاتب الأمريكي، بوب دول مرشح الرئاسة الأمريكي سابقا، آرثر دويل مؤلف شارلوك هولمز، إدوين دريك رائد صناعة النفط، أنري جون دونانت مؤسس الصليب الأحمر، إدوارد السابع ملك بريطانيا الأسبق، إدوارد الثامن ملك بريطانيا الأسبق، ألكسندر فليمينغ مخترع البنسلين، جيرالد فورد الرئيس الأمريكي الأسبق، بنجامين فرانكلين أحد الموقعين على الدستور الأمريكي، كلارك جيبل الممثل الأمريكي الشهير، جيمس غارفيلد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج السادس ملك بريطانيا السابق، كينغ جيليت رائد أمواس جيليت، إغناس جوزيف جيوتين مخترع المقصلة، وورين هاردينغ الرئيس الأمريكي الأسبق، تشارلز هيلتون رائد فنادق هيلتون، إدغار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بوب هوب الممثل الكوميدي الأمريكي، أندرو جاكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، أندرو جونسون الرئيس الأمريكي الأسبق، ميلفن جونز مؤسس أندية لايونز، فرانسيس سكوت كي مؤلف النشيد الوطني الأمريكي، توماس ليبتون رائد شاي ليبتون، جون ماكدونالد رئيس وزراء كندا الأسبق، ويليام ماككينلي الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمس مونرو الرئيس الأمريكي الأسبق، وولفغانغ موتسارت عالم الموسيقى الكلاسيكية، جيمس نيزميث مخترع كرة السلة، جيمس بولك الرئيس الأمريكي الأسبق، ألكسندر بوشكين الشاعر الروسي الراحل، فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي الأسبق، ثيودور روزفلت الرئيس الأمريكي الأسبق، ديفيد سارنوف أبو التلفزيون، بيتر سيلرز نجم هوليوود الشهير، جون سميث ملحن النشيد الوطني الأمريكي، ويليام هاوارد تافت الرئيس الأمريكي الأسبق، لويل توماس مكتشف لورنس العرب، هاري ترومان الرئيس الأمريكي الأسبق، فولتير الفيلسوف الفرنسي الشهير، جورج واشنطن الرئيس الأمريكي الأول، وأوسكار وايلد الشاعر الأيرلندي. مجرد أمثلة.